أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الرياضية. بداية، نجى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي زيارة عمل وتفقد إلى ملعب حسينية حمد بتيزي وزو، حيث وقف على نسبة جاهزية أرضية الميدان التي تدعمت بأجهزة جديدة لعلاج العشب بالأشعة. التغطية كانت لمحمد خمالي. نقدر نقول اليوم انه انتهينا 100% من انجاز الملعب تيزي وزو، يعني كل لي زيسي، كل التجارب على كل الاجهزه اللي قمنا بها كانت كونكليونت، يعني بنسبه جيده 100%. الشيء اللي خلانا نوصل لهذا الشيء هما المهندسين الجزائريين، مكتب دراسات جزائريه ويد عامله جزائريه. كل الشكر لهذا يعني كل من tout ce qui a participé pour la réalisation تاع هذا الصرح الرياضي في الوقت الضيق وبالكاليتي هذه. ارضيه الملعب خلينا نقول انه التاخير اللي كان عندنا يعني في اسباب خارجه عن نطاقنا، انه كان فيه تاخر في استلام يعني لانيمينوثيرابي لي فونتيلو، يعني اللي كانوا مهمين جدا باش تكون ارضيه جيده وارضيه يعني نقدر نلعب عليها مباريات. الحمد لله اليوم تحصلنا عليهم. هذا الشيء اللي راح يخلينا نتحصل على ارضيه ملعب في احسن حال ان شاء الله، اللي فيها une تكنولوجي مستعمله اترافير لو تيريتوار ناسيونال ولا اترافير لو تيريتوار انترناسيونال، بحكم انه الان فيه هاد لي نيمينوثيرابي وفيه لي فونتيلو. ان شاء الله راح تكون الارضيه في احسن حال ابتداء من نقدر نقول من على شهر او شهر ونص. احنا راح نبدا لو ترانسفير لوزاره الرياضه، والافتتاح الرسمي راح نخليه ان شاء الله في مناسبه تكون مناسبه اللي عندها دلاله تاريخيه على الاقل.